2019 بنتكلم على حوالي 133 مليون جنيه استثمارات حكوميه مموله من الخزانه العامه للدوله للمحافظه الاسماعيليه للديوان عن محافظه الاسماعيليه. لكن لو اضفنا ليها المشروعات اللي بتتم على ارض الاسماعيليه من الاسكان والبناء كل الوزارات المركزيه هنلاقي ان هذا الرقم الحقيقه يعني اقترب الخطه الاصليه بالخطه العاجله، اقترب من حدود المليار جنيه تقريبا. وده مره ثانيه بيعكس الاهتمام اللي بتوليه الحكومه لمحافظات القناه ومحافظه الاسماعيليه بشكل خاص. زي ما تفضل السيد المحافظ، احنا الهدف من الزياره دي هنتابع عدد من المشروعات المهمه جدا للمحافظه اللي هي ان شاء الله يعني هيبقى ليها مردود ايجابي كبير جدا. نفق التلاتيني ده كان حلم لاهالي الاسماعيليه من سنين طويله، فان شاء الله بيتحقق ان شاء الله في زمن قياسي، يعني زمن فعلا يعني ده كان لو كان بالاسلوب العادي والتمويل العادي والشغل العادي بنتكلم على 3 سنين، فده مشروع. وطبعا بنشيد بالجهد الكبير اللي بتقوم بيه القوات المسلحه معانا في تنفيذ هذا المشروع الضخم 6 شهور، يعني رقم انجاز قياسي بكل المقاييس يعني. فده ان شاء الله باذن الله قبل 30/6 احنا هنروح نشوف النهارده الاعمال الجاريه فيه، واتفقنا مع سياده المحافظ زي ما تفضل وقال ان احنا ان شاء الله مش بس النفق لكن كمان في بعض الطرق والشوارع المؤديه للنفق واللي مرتبطه بيه ان شاء الله باذن الله كمان هنوفر ليها دعم اضافي غير اللي اتكلمنا عليه. وان شاء الله ايضا يكون بالتزامن مع الانتهاء من النفق كمان الشوارع المؤديه والمرتبطه بيه ان شاء الله تكون حصل لها تطوير كبير باذن الله. الموضوع الثاني طبعا موضوع المنظر ايضا من المشروعات المهمه جدا للمحافظه. احنا في وزاره التعاون الدولي الحقيقه يعني دعمنا هذا المشروع بشكل كبير، وان شاء الله باذن الله بس ان شاء الله مخطط هذا المنظر اللي احنا هنبص عليه النهارده ان شاء الله ان هو حتى اكثر شهر مايو يعني ان شاء الله بنضغط انه يكون قبل مايو، لكن بحد اقصى شهر مايو القادم هيكون مفتتح المنظر الحالي. مشروع مهم جدا، مشروع المستقبل، اسكان المستقبل. فالحقيقه ده كان مشروع متوقف يمكن من 2005 فاكثر بنتكلم في اكثر من 17,000 وحده سكنيه، بنتكلم على اكثر من 630 عماره. الحقيقه في حاجات مطلوب لها الانتهاء من المرافق والتشطيبات، وفي حاجات استكمال، وطبعا مرتبط بها سداد مستحقات المقاولين. وان شاء الله بالتنسيق مع السيد وزير الماليه ومع طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء باذن الله وفي اطار الحكومه ان شاء الله نقدر ندي دعم كبير لهذا المشروع علشان يتم الانتهاء منه. واحنا رايحين النهارده بهدف ده ان احنا نشوف على ارض الواقع عشان ان شاء الله لما نعرض على مجلس الوزراء يبقى في تصور واضح هنعالج الموضوع بشكل شامل ازاي. واعتقد ان احنا يعني بضغط وتكثيف الجهود يعني خلال يعني ممكن مدى زمن سنه الى سنه ونص على الاكثر ممكن يكون هذا المشروع 17,000 وحده سكنيه متوقفه من 2005. فلما بندي دفعه ده يعني تحل مشكله كبيره جدا للاسكان في الاجتماعي في المحافظه. ان شاء الله برضه بعض الطرق منطقه البلاجات ان شاء الله برضه احنا هنروح نزورها علشان نشوف على ارض الواقع باذن الله، لان ده مطلوب برضه ليه دعم اضافي قبل الصيف اللي جاي ان شاء الله. فباذن الله نقدر نشوف على الواقع وفي نقدر ندي دفعه على العمل هناك. احنا الحقيقه يعني متفائلين جدا مثل هذه الزيارات عموما مهمه جدا 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 بنعملها علشان مره ثانيه نتابع التنفيذ وندعم ما هو محتاج لدعم اضافي، ونتاكد ان البرنامج الزمني ماشي وفقا لما هو متفق عليه، وان المواطن في الاخر اللي هو الهدف الاساسي من كل اللي ما تبذله الحكومه انه يكون على طول المردود ده بينعكس بشكل ايجابي على مستوى معيشه المواطن.
كلمه سيد المحافظ يعني علشان موثقه في التلفزيون فيعني ان شاء الله باذن الله يعني كل الدعم الاضافي طالما الحاجه مدروسه بشكل جيد وطالما الحاجه فعلا بيكون ليها عائد ايجابي ونقدر ننفذها في المدى الزمني المتفق عليه باذن الله كل الدعم لمحافظه الاسماعيليه وخط القناه كله باذن الله الفتره الجايه. فاحنا يعني مش طبعا هيبقى له اولويه ان شاء الله خلال الفتره اللي جايه لحل المشكله اللي موجوده من المعديات وخلافه. ويعني انا عايز اقول ان هيئه قناه السويس كلها داخل الاسماعيليه، فاحنا بندفع في هذا الموضوع عشان النفق ده هيبقى امل للاسماعيليه الجديده اللي هي الامتداد الافقي للبلد ان شاء الله في الانطراشات باذن الله. انا بس عايز اضيف ان احنا يعني طبعا احنا الانفاق تحديدا اسف قناه السويس هي من الحاجات اللي هي اولويه باذن الله خلال الفتره الحاليه الحقيقه والقادمه. احنا في من خلال التعاون الدولي في عندنا جهد كبير جدا مع الجماعه الاسبان ومع الجماعه الصينيين، ويعني سرعه وتمويل دراسات الجدوى الشامله لان ده عمل ضخم كبير جدا زي ما حضرتك عارف، وان شاء الله جاري الانتهاء من هذه الدراسات الجدوى التفصيليه على اعلى مستوى التعامل، وان شاء الله بيبدا ان شاء الله ضخ الاستثمارات فيها في غضون يعني اشهر قليله قادمه باذن الله ان شاء الله. انا موجود. انا دفعت 5 مليون في العده بتتصنع وجاي، يعني في عده وشهادات معدنيه وحديد موجود. المهم تيجي يا باشمهندس. لا مش جاي، ده موجود. بداتوا امتى؟ بدانا من 10 ايام 10 ايام بدانا نجهز ان شاء الله 30 6 ان شاء الله. مشروعنا كان واقف بقاله اكتر من 10 سنين. الدولة صاحب منه 30 عمارة، صاحب منه 20 عمارة، كان واقف محافظ موازين الاسبان والحمد لله وجت المنفعة. اساس السيد وزير التقدير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اتفضل معايا.